جمهور النادي الاهلي خط احمر. وقبل ما نخش في اي كلام تعالى نتكلم عن الجمهور. اول حاجه، لولا وجود الكميه الكبيره دي من الناس اللي بتشجع النادي الاهلي ما كانش النادي الاهلي هيبقى هذا الكيان الكبير والعظيم جدا. فبالتالي الجمهور هو السبب في وجود الكيان. الجمهور اللي بينجم اي لاعب بمجرد بس ما رجله تدخل جوه النادي، وهو نفس الجمهور اللي مخلي فيه عقود رعايه ودعايه واعلان بالمبالغ اللي انت بتسمع عنها دي، وهو نفس الجمهور اللي مكبر صفحاتك على السوشيال ميديا، والصفحات دي اللي بيخش للنادي الاهلي منها مبلغ كويس جدا ومحترم وكبير جدا. والجمهور ده هو السبب في نجوميه اي لاعب جوه النادي الاهلي، وفي نفس الوقت الجمهور ده هو اللي بيقف مع اي لاعب لو حصلت له اي مشكله. وبدايه من عامل النظافه في النادي الاهلي لحد اللعيبه ولحد مجلس الاداره ولحد الجهاز الفني، فكل دول ناس شغاله وبياخدوا فلوس وبياخدوا مرتبات، لكن جمهور النادي الاهلي ما بياخدش حاجه. الجمهور ده اللي بيفضي لك من يومه 4 أو 5 ساعات عشان يجي يشجعك، وبيجي يشجعك من غير عقد. مفيش عقد مع النادي الاهلي والجمهور يخلي الجمهور يروح يشجع النادي عافيه او غصب. الجمهور ده اللي بيشجعك خلال ال90 دقيقه، وقصاد كده هو ما بياخدش جنيه، بل هو بيدفع فلوس عشان يخش الاستاد ويشجعك. فما ينفعش حد يطلع ويتكلم ويقول لك اصل لا ما بحبش جمهور برج العرب، بحب جمهور القاهره. اصل مثلا يعني الجمهور اللي في قطر مش هو جمهور النادي الاهلي، بس جمهور الامارات ده اللي انا بحبه. ما ينفعش لما فريق يخسر والجماهير تنتقد لاعب انت ما يعجبكش الكلام. الجماهير دي سابت بيوتها وفي ناس سابت اشغالها عشان تيجي تتفرج عليك وتدعمك وتشجعك، وزي ما انت بتتبسط بده فانت لازم ترضى ان انت لما تخسر الجمهور ده ينتقدك وينتقد ادائك، او حتى يطالب برحيل بعض اللاعبين. ولا انت عايز الجمهور يشجع بس ملهوش صوت ملهوش رأي، ولما تخسر يسقف لك ويرضى بالخساره وما يتكلمش؟ مش الجمهور ده اللي كان بيقول لك على الحلوه والمره معاك؟ طب هو انت ليه مش عايز تكون على الحلوه والمره انت كمان مع الجمهور؟ ليه عايز تسمع بس الكلام اللي يعجبك، مش عايز تسمع للكلام اللي مش عاجبك او الكلام اللي بينتقدك؟ والجمهور ده اللي من غيره النادي الاهلي هيتحول لنادي شركه، نادي ما بنسمعش عنه غير في منتصف الجدول، نادي ما بيدخلوهوش ايرادات زي بقيه النوادي، واللعيبه اللي فيه مش هيبقوا نجوم زي اللعيبه اللي بتلعب في انديه جماهيريه. والنادي الاهلي في الاول وفي الاخر هو مش عزبه حد بعينه، يعني ما ينفعش حد يطلع يقول لو ده هيمشي انا همشي، ولو هو هيقعد انا هقعد. وما ينفعش حد يطلع يقول للجمهور انتوا مالكم، وما ينفعش يتقال ان في جماهير موجوده في مكان ما هي مش جماهير النادي الاهلي. وما ينفعش الجمهور يجي ويدعمني ويقف 90 دقيقه بيشجع وفي الاخر ما اروحش احتفل معاه. وما ينفعش ان انت لما تخسر ما تعتذرش للجمهور. اصل خلي بالك مهما كان حب الناس للنادي الاهلي، اذا الناس حست ان الحب ده مش متبادل فخليني اقول لك ان العواقب هتكون صعبه جدا، لدرجه ان انت ممكن تلاقي ان جمهور النادي الاهلي هو فعلا بيقل. ومش بيقل عشان الاهلي خسر بطوله ولا خسر ماتشين 3، لا خالص، بيقل لان بقى التعامل مع الجمهور بشكل مش حلو وبشكل مش المفروض ان ده يحصل. فلازم تبقى فاهم ان في الاول وفي الاخر جمهور النادي الاهلي هو خط احمر، وجمهور النادي الاهلي هو الاساس، وبيجي بعديه اي حاجه تانية، اداره، لعيبه، مدير فني، اي حاجه تانية هي دايما اللي بتكون موجوده بعد الجمهور. ويا ريت الناس في النادي الاهلي تبقى فاهمه، بلاش تلعب مع الجمهور لعبه يا تخسرني يا اخسرك، عشان لو لعبت اللعبه دي الخاسر الوحيد هيكون هو النادي الاهلي.